انا على فكره مش على الحياد. انا لست على الحياد في هذه القضيه. حضرتك من حقك تبقى بالظبط، بس كان بوضح لك ده. حضرتك ضيف، انما انا لازم اكون على الحياد. انا لست على الحياد بالمره. ليه؟ لانه استخدمت قنوات خاصه. الكلام ده على الحياد لما اصحاب القنوات الخاصه اللي هم طرف في القضيه تحلوا بهذا الحياد. ولكن لما تشوف حلقات مدت لساعات وحتى فجر اليوم التالي امس واول امس سخرت للنيل من مبنى الاذاعه والتلفزيون ومن مسبيرو، يا سيدي ما الفاضل ينفع كبه جوه المبنى وابقى استاذنك بس ده محدد شيء مهم. في فرق كبير بين المهنيه وما بين انا ليا رايي الخاص على فكره في هذا الموضوع، لكن الفرق ما بين التلفزيون المصري واي محطات اخرى ان هذا التلفزيون بيت للشعب كله، حتى لو كان هو طرف. يا استاذ حازم انا بعرض الرياده يا استاذ حازم. اتفضل حضرتك. حبيت بس عشان الناس ما تقولش ليه عبد الناصر متحامل. فانا حبيت اتجرد من الحياد. اتفضل. اتحاد الاذاعه والتلفزيون يمتلك الشاره. نعم. قانونا يمتلك الشاره. يعني ايه يمتلك الشاره؟ يعني دي سياده الدوله. يعني هو حضرتك دلوقتي لما طلعت علينا الجزيره مباشر وقعدت بالاس ان جي في كل مكان تجيب لك اللي قايم واللي نايم واللي رايح واللي جاي، انت مش قلت علينا سياده الدوله؟ سيارات اتحاد الاذاعه والتلفزيون البث المباشر هي الوحيده قانونا صاحبه الحق في دخول مباريات كره القدم ونقل هذه المباريات على الهواء. بس انت تمتلك الشاره لانها سياده الدوله. وبها كثير من الامور اقلها قضايا الامن القومي. طب يعني هل ده نوع من انواع النزاع على لا مش نزاع. دي وكلام لا ما ينفعش في نزاع. ده الشاره ما فيهاش نزاع خالص. طيب. الاهلي يمتلك الحقوق الخاصه بالمباريات. يعني المباراة المضمون بتاع الدوري هذا ملك النادي الأهلي. ليه أطرافه اتحاد الكرة اللي ينظم، ليه نسب حددها القانون وحددتها اللوائح والاتحاد الدولي لكرة القدم. النادي الأهلي له نسب معروفة برضه حددها الاتحاد الدولي وأهل الخبرة في هذا الموضوع طبقا للوائح. لكن أنت اتحاد الإذاعة والتلفزيون لا يستطيع أحد أن يذيع أي مباراة إلا من خلالك، لأنك أنت تمتلك الشارة. لابد من يمتلك الشارة وهو الأقوى مع من يمتلك الحقوق اللي هو اتحاد الكرة والنادي الأهلي أن يصلوا إلى حلول. دي القعدة بتاعت النهاردة اللي هو احنا بنتكلم ما زالت منعقدة في مكتب السيدة الوزيرة درية شرف الدين في وجود الكابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الأهلي وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وهو رئيس لجنة البث جمال علام وهو رئيس لجنة البث بالظبط. ولكن التلويح للدكتورة درية شرف الدين. ثانية واحدة اتفضل. مسألة ما الذي سيترتب دي نقطة مهمة جدا حضرتك دخلت. لا يستطيع أحد أن يذيع إلا بعد موافقة الاتحاد. يعني مشاهدينا للأسف يعني الأمور لا تسير كما يجب أن تسير. يعني يفترض أن لما يكون هناك خلاف يبقى زي ما بنقول الهدف المصلحة العامة، يبقى هيحدث نقاط التقاء. لكن لما يحدث خلاف فيبقى هناك تلويح أو تهديد بالانسحاب من الدوري العام أو تصعيد الأمور إلى الفيفا أو اللجنة الأولمبية الدولية. يبقى هنا معرفش إيه اللي ممكن. هو احنا كل ما تحصل مشكلة يا نروح للجنة الأولمبية الدولية يا نروح للفيفا. الاستقواء بالخارج هو على فكرة كل من استقوى بالخارج الخارج سيضحي به في النهاية. في النهاية لا يصح إلا الصحيح. والمبادئ لا تتجزأ، وهيبة الدولة لابد أن تعود، ولابد للتلفزيون المصري أن يكون وهو موقفه بالفعل حاسم. بس الدوري حصري من خلال التلفزيون المصري، ولا تستطيع أي قناة فضائية أيا كانت ولا أي نادي أن يبث مبارياته إلا من خلال التلفزيون المصري. لو حصل إن المباريات لم تبث على الهواء والنادي الأهلي سجلها زي ما النادي الأهلي أعلن هذا حقه، هو هيسجل المباراة، مش هيذيعها على الهواء وهيذيعها لاحقا على قناته الخاصة. ده حقه ما فيهاش مشكلة. لأن نادي ريال مدريد هناك قناة لريال مدريد وهناك قناة لبرشلونة. الاتحاد الدولي يحرم من خلال لوائحه ان هذه الانديه تذيع مبارياتها مباشره، لان دي حقوق وملك للمواطن او ملك للمشاهد في كل العالم. ولكن من حقك انك انت تسجل وتذيع. في الحاله دي الخاسر الجميع، الاهلي خاسر، الانديه خاسره طبعا. يعني انا قبل ما اجي لك على الهواء الكابتن طاهر ابو زيد
قال ان الاسماعيلي دخل في المجموعه اللي هي احنا دلوقتي خلينا نقول هناك بيع فردي وهناك بيع جماعي. البيع الجماعي لغايه من يومين او امبارح كان الاسماعيلي الى حد ما متردد. لا بيدور على مصلحته. خلينا بالظبط، الله ينور، كل واحد بيدور على مصلحته. ان تبحث عن مصلحتك هذا حق. ولكن انت جاي لك 70 مليون. بص عايز اقول لك على حاجه، ليه انا بقول لك انا لست حياديا في هذه القضيه، نحن جميعا نبحث عن صالح مصر. والقوى الناعمه التي أنعم الله بها عليك من خلال الرياضة والثقافة التي استطعت أن تغزو بها كل الوطن العربي وأفريقيا، وكان لك الريادة منذ أن كانت هذه القوى الناعمة فاعلة، لابد أن تعود. من أهم أولويات القوى الفاعلة يا أستاذ أسامة كرة، يا أستاذ حازم أنا آسف يا أستاذ حازم، من أهم الحاجات دي إيه؟ الرياضة. كرة القدم. تخيل انت عندك الاهلي والزمالك على التلفزيون المصري. ولكن خلي بالك انا لا اؤيد موضوع الحصر، عشان ارجع لنقطه مهمه. لان حيادي ليس انك انت حازم تاخد وتذيع وحدك. لاني انا برضه عايز اشتغل كقنوات خاصه. ماشي، بس انا لازم حضرتك اراعي المواطن البسيط. لو ما انا ما رعيتش المواطن البسيط بس حلو. بس هنا هقول حاجه، هنا حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا. كل الانديه في مصر تاخد اعانه من وزاره الرياضه. نادي برشلونه الذي يمتلك، ونادي ريال مدريد الذي لا ياخذ اعانات من الوزاره. قانون الفيفا بيقول له ما تبثش. خليني بس اتكلم على زمايلي. ما ينفعش انا مش من حقك تبث على قناتك الخاصه. يبقى اذا احنا هنا انديتنا اللي بتاخد فلوس وكمان عاوزه تتحكم في بث المباريات بطريقتها الخاصه. لا انا بتكلم في دي. بص يعني انا بقصد ايه؟ ما ينفعش انا كراجل اعلامي ومعي مجموعه من الزملاء ومجموعه من القنوات الخاصه لو عدناها كلها يبقى نتفق. بالظبط. لا انا بقصد ايه؟ ما ينفعش اقعد اتفرج على حازم عامل استوديو تحليلي. ده شيء يزيد من الغبن والغضب ويزيد من الحاله الغاضبه ضد الدوله. ولكن اتحاد الاذاعه والتلفزيون قدم عرض محترم انا بأيده بقوه، سيعيد الى مسبيره وكل زملائنا في مسبيره. أكمل بس الفكره سيعيد الى مسبيره وكل زميلنا في مسبيره القوه الناعمه التي فقدوها. لان كلنا غير راضيين على تراجع الاعلام الدوله او الاعلام القومي تجاه الاعلام الخاص. ولكن على اتحاد الاذاعه والتلفزيون والاستاذ عصام الامير، وانا اعلم جيدا انه سيفعل ذلك اذا وفق ووصل الى حل الى ما تبقى من مشاكل، لانه هو معاه نصيب الاسد من الانديه. عليه ان يدعو كل رؤساء الانديه، كل رؤساء القنوات الخاصه الى جلسه. عجبني جدا كلام حازم لما قال لك نلم الناس. اتحاد الاذاعه والتلفزيون يلم الناس. تجيبني بص 10 مليون جنيه لكل قناه هو رقم مرضي لجميع الاطراف. الحياه موافقه عليه، جريم موافقه عليه، السي بي سي موافقه عليه، التحرير وينقل على التلفزيون المصري. يا استاذ عبد يعني التلفزيون يذيع. انت عارف الاهلي موقفه ايه؟ الاهلي مش قصه ان هو عايز يبيع يبث لوحده ولا يذيع لوحده. لا، الموقف اللي حصل مع حسن حمدي في لجنه البث والانديه هو السبب الرئيسي في موقف الاهلي. ولو انه لما جمال علام راح النادي، ولما عدم اختيار ان اختيار كمال درويش رئيس لجنه الانديه، وعدم اختيار حسن حمدي. ده موقف. طب هو انا بس اسمحوا لي يا جماعه، الكلام ده عبد الناصر تتفق معايا فيه. طيب انا متفق على جزء ومتفق مع حازم في حاجه ومتفق معاك في حاجه. انت بتتكلم بتقول اصل الخلاف. هو حسن حمدي اراد ان يعاقب الانديه على كان ما خدش الاسواق. طب هل يملك معاقبه كل الانديه؟ ماشي. من لم يرضى بطبيعه الديمقراطيه لا يدخل فيها. طيب هو في سؤال بيطرح نفسه في هذه القضيه وبشده، والحقيقه مش احنا اللي بنقوله لكن الاوراق الرسميه هي اللي بتطرح هذا التساؤل، وهو مدى شرعيه مجلس اداره النادي الاهلي في حد ذاته. هذه الشرعيه الوزير الرياضه الكابتن طاهر ابو زيد ردا على الخطابات او لغه الخطابات المتصاعده اللي خرجت من نطاق مصر الى اللجنه الاولمبيه الدوليه والى اتحاد الفيفا او الاتحاد كره القدم الدولي، في ان مجلس اداره النادي الاهلي حاليا هو مجلس تسيير اعمال، لانه مدته الفعليه او القانونيه انتهت في شهر سبتمبر الماضي، وصدر قرار من الوزاره المعنيه وهي وزاره الرياضه بتسيير الاعمال او المد لمجلس اداره النادي الاهلي لحد يوم 28/3 القادم تقريبا، مظبوط 28 مارس 2014.
يعني هناك قرار بتسيير الأعمال للمجلس، وقد يكون من قرارات النهاردة تحديد بند ال8 سنوات، وبالتالي لو مجلس الإدارة النهاردة في النادي الأهلي قرر تحديد بند ال8 سنوات قد يرحل هذا المجلس، وقد يكون هذه الرسالة أنهم ليسوا متمسكين بالكراسي. ففي ظل مجلس تسيير أعمال مدته القانونية الجمعية العمومية انتهت من شهر 9 اللي فات، كابتن عبد الناصر، يعني ايه مدى قانونية هذه القرارات في ظل ان المجلس الحالي للنادي الاهلي مجلس تسيير اعمال مدته القانونية انتهت؟ خليني بس اوضح لك حاجة، انت نقلتنا من البث على الموضوع ده موضوع مهم. النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي كده برابطه المعلم عمل مؤتمر صحفي كده زي الفل، وقال لك كل المجموعه دي مش هتنزل انتخابات. جينا في الانتخابات، ابراهيم صالح كان نازل امين صندوق، واخد بالك؟ فخلينا بس عشان نوضح بس للناس حقائق. وانا لست ضد احد، مجلس النادي الاهلي مجلس كبير وعمل انجازات كبيره، ولكن ما ينفعش اني انا اتجاوز الجهات الرقابيه والنيابه الاداريه والنيابه العامه في تجاوز ضد اي حد لمجرد انه انجز. وهذه هي اصل المشكله ما بين النادي الاهلي وما بين وزاره الرياضه. نعم. اولا الكابتن طاهر ابو زيد لم يحول مجلس إدارة النادي الأهلي للنيابة، وإنما أول تحويل لمجلس إدارة النادي الأهلي في النيابة كان على يد عماد البناني وقتها قائم بأعمال رئيس المجلس القومي للرياضة في 2011. نعم. وجاء العمري فاروق وأحال بعض المخالفات للنيابة. يعني كابتن حسن حمدي ممنوع من السفر. لا دي في قضية تانية خاصة بالأهرام. بالأهرام بس يعني قصدي هناك يعني قضية كسب غير مشروع بيواجهها رئيس النادي الأهلي، وخرج ب 2 مليون جنيه كفالة. ولكن أنا بتكلم على حضرتك ما عقبت عليه من شوية، مدى قانونية موضوع إن مجلس إدارة موجود بصفة تسيير الأعمال. لا بص، في حاجتين. هو أنت يعني الاتحاد الدولي واللوائح الدولية بتقول انك انت عندما تنتهي مدتك انت بتسلم لمجلس منتخب. نعم. لاول جمعيه عموميه. انت هنا في مصر عندك المحكمه الدستوريه او اللوائح المنظمه للانتخابات الخاصه بالهيئات الرياضيه قالت لك بعد 30/6. حصل فتوى من حسن صقرع كان يعمل انتخابات نادي الزمالك في ابريل او في مايو، ترتب عليها ان هو قال لك قبل 30/6. بناء على ده كله اللي انت بتقوله، النادي الاهلي اصلا لا يحق له حاجتين. الحاجه الاولى ان لا يحق له الوجود حاليا الا بقرار من وزاره الرياضه، وهو موجود بالمد، ووارد الكابتن طاهر ابو زيد ما بين يوم واخر يحل المجلس طبقا للمخالفات الموجوده. نعم. اللي اقرتها النيابه مش طاهر ابو زيد. الحاجه الثانيه، قانونا ليس من حقك كنادي انك انت تعمل لائحه ليك طبقا للقانون الحالي 77 سنه 75. يعني اللي بيحصل النهارده ده غير قانوني، غير قانوني بالمره. وبعد كده موضوع ال8 سنوات اللي انت بتقول عليها هم عاملينه ورقه وحديها كده تصوب عليها حضرتك منفصله عن ال 125. والجهه الاداريه ارسلت يا جماعه ما ينفعك. هم بيقول لك ان اللجنه الاولمبيه، ما هو عندهم الخطاب بتاع يوم 9 ديسمبر ده اللي هو بتاع اللجنه الاولمبيه، ان من حق الانديه ان هي طب ما انا جايب لك اصل الجواب اهو. طيب معاك، انا جايب لك اصل الجواب.